السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من محطة الرمل، إن شاء الله هعرض لكم كل محتويات محطة الرمل زي ما عودتكم دايما، وتابعونا للفيديو للآخر. ولو الفيديو عجبك اضغط لايك وشير ودعمنا. يلا بينا نشوف. ادي ده يا جماعة جنينة سعد زغلول في محطة الرمل، وادي الحاج سعد زغلول واقف فوق اهو. اليخت ده بيبقى طالع من الأنفوشي ب 120 جنيه الرحلة، بيروح لغاية مكتبة اسكندرية وبيرجع تاني بيك لغاية الأنفوشي. وطبعا ده مبنى السفارة الإيطالية والبنك الاسكندرية، بنك الاسكندرية والسفارة ورا. هنجيب دلوقتي الدخلة بتاعت الباب، ادي علم ايطاليا، ودي دخلة السفارة الإيطالية قديمة جدا، ومن ورا بنك اسكندرية. يلا بينا نخش شارع صفية زغلول ونشوف فيه ايه. طبعا هنا جميع انواع المحلات، كنتاكي، الحلبي بتاع الهريسة، ماكدونالدز، سينما مترو، سينما امير، جميع السينمات والمحلات موجودة في الشارع ده. وهندخل دلوقتي وهي دي المفاجأة، وهنشوف الشارع ده فيه حاجات حلوة كتير على الترام بتاعت محطة الرمل. لكن خلينا نشوف الاول شارع صفية زغلول وشارع فؤاد. الشارع ده الشارع الاشهر في محطة الرمل، اي حد بيجي محطة الرمل بيجي يتفسح في الشارع ده. ابراهيم الغفير. وده مول اسمه أليكس تاور. المول ده مش شغال يا جماعة، هو اول دورين بس في المول اللي شغالين. وكده نشوف في ايه تاني في الشارع. لورانتوس ده نايت كلاب بس قافل دلوقتي مش شغال. طبعا الكافيهات دي يا جماعة اللي قبل سينما مترو، اللي في وش البنزينة كافيه إيليت ده اشهر كافيه على مستوى محطة الرمل، لانه قديم جدا جدا، حتى المبنى بتاعه باين ان هو قديم. وبعد كده هندخل على اساس محطة الرمل كبدة الفلاح. ما ينفعش نيجي محطة الرمل وما ندخلش عند كبدة الفلاح. وطبعا يا جماعة كبدة الفلاح انا عامل له فيديو كامل لوحده. انا بس حبيت بما اني بجيب محتويات محطة الرمل لازم نعدي على الفلاح، ولكن ان شاء الله هعمل له فيديو تاني لوحده. اولاد الفلاح ملهمش فروع تانية خالص، اي فرع تاني غير اللي في محطة الرمل اركن. مترو، سينما مترو. هنمشي شوية في الشارع ده من قدام، ادي سينما مترو. طبعا ما فيهاش غير فيلمين شغالين وقدام، فيلم الممر وفيلم تاني كده مش فاكر. ماكدونالدز، محلات الهدوم. وطبعا احنا كده رايحين على كوم الدكة وعلى المسرح الروماني. وطب ادي كده المسرح الروماني في اخر الشارع في وشنا، وعلى ايدينا اليمين سينما امير، وقدام سينما امير مطعم جاد بتاع السندوتشات الفول والفلافل. الشباب دي عاملين مشروع تسكاليني كده عند المسرح الروماني، خذ ما يكفيك من طعام، اشرب براحتك، شاي وكل حاجة. المكان ده يا جماعة اسمه اوبنج. لكن الشباب دي بصراحة ربنا يبارك لهم، يعني عندهم حاجات كتير اوي للغلابة، وربنا يا رب يزيدهم ويبارك لهم. وهنا يا جماعة اخر حاجة في محطة الرمل في شارع صفية زغلول، وورانا كده كوم الدكة. ده المتحف الروماني اللي ان شاء الله هنعمل فيديو كامل ليه، هينزل بكرة بإذن الله. انتظرونا في الفيديو المتحف الروماني او المسرح الروماني. لكم اول كده احنا على شمالنا ترام محطة الرمل، اخر محطة ترام في اسكندرية، وعلى يميننا الحلبي بتاع الهريسة والحلويات، اشهر من نار على العلم، مصطفى وجاد. وادي ترام اسكندرية للناس اللي بتقول الترام واقفة، الترام شغالة يا جماعة. وادي العمدة، وادي سينما فريال، اقدم سينما برضو في محطة الرمل، لكن اللي اقدم منها سينما راديو اقدم سينما في محطة الرمل وفي اسكندرية كلها. وده كبدة الحرش. المفاجأة، المكان ده موجود ما بين فندق القوات المسلحة وكلية الطب، وفي ظهرنا ترام اسكندرية. والشارع ده يا جماعة بيبقى فاضي خالص، دي شركة بتأجر الشارع ده يومين في الأسبوع، واللي بيصنع حاجة يدوية أو عنده ملابس أو أي بياع بيجي يفرش حاجته ويبيعها. والمكان ده دي صورة ليا أيام ما كان فاضي، هو طول الأسبوع فاضي عامة، هما يومين في الأسبوع بس اللي بيبقى فيهم الشغل.
وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه بسم الله ما شاء الله، الشباب كله حريم وشباب رجاله، كل الناس قاعده، اللي عنده حرفه يدويه او اللي عنده حاجه بيبيعها بيجي يبيعها اليومين دول في الاسبوع. والشركه دي يا جماعه بتأجر لاي حد عنده حاجه عايز يعرضها في المكان ده. الشركه دي اسمها شركه رويال جويا، اسمها شركة رويال جويا. الشركة دي بتأجر يومين بس في الأسبوع لكل الناس اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا الشارع ده بقية الأسبوع بيبقى فاضي، والشارع مليان كل خيرات الله زي ما انتوا شايفين كده. مفيش حاجة هتبقى عايزها مش هتلاقيها، مفيش ما بين كل سنتي وسنتي رويال، طبعا ما بين كل سنتي وسنتي مكان فارش. شركة اسمها رويال جويا. بس بصراحة شارع جميل، شارع مسلي، تدخل السوق ده تبقى مش عايز تطلع منه، لان زي ما انتوا شايفين كده كل سنتي حاجة مختلفة، فانت وحاجات رخيصة جدا. فطبعا انت من كتر الزحمة انا ما قدرتش اعرض لكم اسعار الحاجة. وده كده اخر السوق من ورا، من اخر ده مجمع كلية الطب، وده كده اخر السوق. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.